ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ سارة. طبقنا اليوم هو فردة ضاني. يا عالجمال. هنقول المقادير مع بعض. هنكون مجهزين فردة ضاني حلوة كده. هنجهز 4 فصوص توم مهروس، 3 معالق كبيرة زيت زيتون، وعصير ليمون، ومعلقة كبيرة من الزعتر، ومعلقة كبيرة روزماري، وطبعا معلقة صغيرة ريحان مجفف، ومعلقة صغيرة من باربيكيا، وملح وفلفل اسود، وبصلتين متقطعين، وجزر حلقات. ولو عندك شوربة يبقى هناخد منها كوباية، لو ما فيش شوربة ما يجراش حاجة، هنحط كوباية مية سخنة للتسوية. تمام كده، كل ده هنكون مجهزينه ومظبطينه مع بعض معايا. يلا اسمعي بقى طريقة التحضير وصلي على النبي كده وعليه أفضل الصلاة والسلام. هنيجي بقى نحضر. أول حاجة الفردة طبعا هنعملها فتحات صغيرة عشان نحشي ايه فيها التوم. يبقى هنعمل فتحات صغيرة ونحط فيها ايه التوم، في كل فتحة عملناها نحط التوم اللي احنا هرسناه. ونجيب طبق كده نخلط فيه زيت الزيتون والليمون والأعشاب والباربيكيا والملح اللي ايه والفلفل وكل البهارات بتاعتنا. هنيجي ندهن الفردة كلها بالكامل بالتتبيلة بتاعتنا دي، وهنسيبها ساعتين لو مستعجلين عليها. طب مش مستعجلين عليها يبقى نسيبها ليلة كاملة ويا سلام بقى عشان التسوية. بعد كده هنجيب صينية هنحط فيها البصل والجزر، صينية فرن عشان تاخد معانا حجم الفردة. أهم حاجة تبقى تاخد معانا حجم الفردة. ونحط البطاطس ونحط أي خضار أنت تحبيه اللي أنت عايزاه. هنحطهم ونحط فوقيهم الفردة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عاملينها. هنضيف بعد كده تمام لو الشوربة موجودة، تمام لو ما فيش يبقى ايه كوباية المية السخنة. تمام كده معايا، يلا صلي على النبي كده في قلبك. وبعد كده هنغطي الصينية بالورق الفويل، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مدة حوالي كده 3 ساعات. وآخر نص ساعة هنشيل الفويل عادي ونشغل الشواية بتاعتنا عشان تاخد اللون الذهبي الجميل. تمام. هتقدميها طريقة التقديم طبعا تعملي حبة رز حلوين بسمتي كده أو بطاطس محمرة، وطبعا سلطة خضراء بتنجان مخلي زي ما انت تحبي. طيب، في حاجة عايزة أقولها لك، كل ما التتبيلة تقعد تثبت الطعم أكتر وتشربها كده. هنيجي بقى رش الزيت ده قبل الشواية عشان تدي معاكي لون ولمعان، وتدي كده معاكي لون جذاب. أو تنسي رشة الزبدة دي اللي عاشة قبل الشواية. وكل سنة وانت طيبة.